اليومين دول الكلام على الفراخ كتير، وامي بقى قالت تغير وجابت لنا الوزة دي وعملتها في الفرن بطريقة جديدة، وكمان حشيتها ورق عنب. ويلا نشوف عملناها ازاي بكل بساطة وسهولة. نسمي الله يا حلوين وحطيلي لايك كده قبل ما تنسوا للفيديو بتاعنا. وجبت بقى ايه الكبة بتاعتنا عشان اعمل تتبيلة كده لذيذة سريعة للوزة بتاعتنا. حطيت فيها بصلاية وطماطماية وشوية فلفل اسود وملح وسبع بهارات وبهارات فراخ، ضربتهم ضربة محترمة لحد ما نعموا معانا كده. وجبت بقى الوزة بتاعتنا بعد ما غسلتها طبعا ونقعتها، وبقت ريحتها زي الفل وزي الورد كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى بالتتبيلة. اغلف كده الوزة كلها وادعك كويس قوي في الوزة التتبيلة بالشكل ده كده. وكمان بسيب شوية من التتبيلة على جنب، يعني ما باخدش التتبيلة كلها للوزة. اهم حاجة بس ان احنا نخلي التتبيلة تخش جوه الوزة كده ونغلفها كلها. وحضرت شوية خضار بساط كده، بطاطساية وجزراية وكمان طماطماية وقرن فلفل وبصلاية، وحطيت بقية التتبيلة اللي انا قلتلكوا عليها وكمان ورقتين لورا وكام فص حبهان. وهبتدي اخلطهم كده. وجبت بقى ايه الكيس الحراري بتاعنا، هحط فيه كده شوية زيت. وحطينا الزيت في الكيس علشان نضمن ان الوزة ما تلزقش ولا اي حاجة. تمام، هغلف كده الزيت كويس قوي في الكيس زي ما انتوا شايفين. وفي الصينية الكبيرة الحلوة دي هحط بقى في الكيس بتاعنا الخضار زي ما انتوا شايفين كده، واديله تقليبه وهو في الكيس لان معرفتش اقلبه كويس بالشكل ده كده. والخضار ده هيبقى في حتة تانية. نرجع بقى للوزة، واحنا سيبنا الوزة حوالي نص ساعة كده. وببدأ احشيها ورق عنب. وطريقة الورق عنب انا عملتها معاكم ونزلت الفيديو، هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات. تمام، احشي كده الوزة بتاعتنا وما احشيهاش اكبسها جامد، يعني اخلي فيه فراغ شوية. وبعد كده بحط بقى الوزة على الخضار كده في الكيس الحراري زي ما انتوا شايفين. بالراحة خالص هتدخل يعني ما تقلقوش. واهم حاجة بقى بزود حوالي ايه كوباية ونص كده من المية المغلية السخنة في الكيس كده علشان نضمن برضو ان الوزة تستوي كويس قوي. تمام، لان برضو الوز بيختلف من الفراخ، بياخد تسوية اكتر. وبعدين بقفل الكيس كويس قوي كده. الكيس الحراري بيبقى جاي معاه شريط كده فبيتقفل بيه بالشكل ده كده، بقفله كويس. ولو ما فيش اللي هي الشريط دي بتقفليه عادي بتربط الكيس. واهم حاجة ندي كده كام فتحة للكيس علشان ما يتفرقعش مننا. وبدخل بقى الصينية الحلوة دي في الفرن، والفرن يكون سخن في الرف الارضي. وبسيبه بقى على اعلى نار، اعلى نار في الفرن. وبعد كده بقى بيستوي، بتاخد حوالي ساعتين في الفرن. تمام، على حسب عمر الوزة دي. يعني لو هي عمرها كبير ممكن تغيب شوية، لكن لو هي شمرته صغيرة كده ما بتاخدش وقت كتير. وكده بسم الله ما شاء الله الوزة بتاعتنا استوت. فتحت الكيس كده وبالراحة عشان البخار ما يطلعش على ايديكم. وكمان حشت اي تتبيلة على الجلد كده من فوق بتاع الوزة، وحطيت بقى معلقة سمنة بلدي او زبدة او قشطة اللي انتي عايزاه. ودهنت كده الوزة كويس قوي ودخلتها بقى تحت الشواية علشان تاخد اللون الجميل ده. وبسم الله ما شاء الله شايفين تحفة، الخضار مستوي ودايب دوب وطعمه بجد حكاية. وما شاء الله على الوزة بتاعتنا، كانت مستوية ودايبة دوب وطعمها خطير بجد. لازم تجربوها بالطريقة دي، أحلى من المسلوق وخفيفة وتحفة. وبس كده يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله. بس ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات وشير كتير للفيديو علشان الكل يستفاد.